يتقدم الكابتن محمد صلاح بأسمى آيات الشكر والعرفان بالجميل للدولار الأمريكي على جهوده العظيمة في تنصيبه مديرا فنيا لفريق الزمالك، نظرا لأن مفيش دولارات يستقضى بيها نادي الزمالك مدير فني أجنبي بعد ما استهلك الزمالك معظم المدربين المصريين اللي كانوا ممكن يمسكوا الفرقة، والله الموفق والمستعان. الزمالك الغير مقنع لغاية دلوقتي في الدوري رغم عدم خسارته غير نقطتين، ولو انه كان ممكن يخسر على الاقل 4 غيرهم في اخر مباراتين، بيدخل بذكريات 10 سنين فشل فيهم في الفوز على الاسماعيلي في الاسماعيلية من ساعة جم مجدي عطوة في 2006. 10 سنين بلا فوز في الاسماعيلية مهما كانت حالة الزمالك او الاسماعيلي. الموضوع اتحول لمسألة مبدأ لحين اشعار اخر، والاسماعيلي عاشر الدوري. عاشر صعب قوي الترتيب ده مع اسم الاسماعيلي، بس ده حال الدنيا. بيحاول يثبت لنفسه في لقاء النهارده ان لو الورده دبلت تفضل ريحتها فيها. مفيش الكلام ده خالص. بس مباراه اي نتيجه غير فوز الزمالك فيها مصر كلها هتكون على موعد مع مداخلات ما بعد المباراه على كل الاستوديوهات التحليليه، فاصبح لسان حال جماهير الزمالك بعد كل مباراه يا خفي الالطاف نجنا مما نخاف. مبدئيا مبروك عوده الجماهير للملاعب المصريه. وش كده جماهير الاسماعيليه قررت مع نفسها ترجع تحضر المباريات، واعتبرت موافقه الدوله تحصيل حاصل. هم هيحضروا والدولة توافق على مهلها. الزمالك بيبدأ المباراة بالشناوي، حسني، دويدار، الونش، ناصف، طارق، دونجا، شيكابالا، ستانلي، ايمن حفني، تحت مهاجم مش موجود اصلا احمد جعفر. 20 دقيقة بلا هجمة واحدة على مرمى عواد، وفي المقابل الشناوي انقذ جونين مؤكدين للاسماعيلي اللي ضغط في كل حتة في الملعب وبتركيز اكبر على رباعي الهجوم الزملكاوي، ففصلوا الزمالك لفريقين، 4 قدام و7 ورا، خصوصا مع صعود طارق ودونجا في حضن الدفاع، فكان في بلاد بين الدفاع والهجوم. في المقابل مفيش اي ضغط من الزمالك في اي منطقة في الملعب. السؤال، بما ان الزمالك ما بيعملش اي كروسات عرضية، يبقى ايه لازمتها يلعب 10 باختياره؟ لان احمد جعفر لا يمتلك اي مهارة من مهارات كرة القدم غير ضربات الراس، وطالما مفيش يبقى مش عاوزين نتعبه، بيته وولاده اولى بيه. بالمناسبة محمد ناصف، الزمالك وصل استاد الاسماعيليه في الدقيقه 42 بتسديده من شيكابالا بتاع زمان اللي تحس انه الوحيد الفايق من الرباعي الهجومي. خلاصه الشوط الاول سيطره وانتشار اسماعيلاوي، اداء فردي زملكاوي بدون اي ضابط ولا رابط في انتظار ضربه حظ ما جاتش. يبدا الشوط الثاني بخروج احمد جعفر صاحب اطول تحدي مانيكان في العالم، استمر 45 دقيقه، ونزول هوا قارين جعفر في نص الملعب الشهير بمعروف يوسف. يعني بيستمر الزمالك في اللعب ب10 لعيبه. وتحذير اخير مستقبلا، لو اجتمع معروف وجعفر في تشكيل واحد لاي سبب فده معناه ان الزمالك بيلعب 9، والجهاز هيتحمل تكاليف علاج كل حالات الشلل والجلطه في صفوف جماهيره. ويستمر الشناوي في انقاذ الزمالك، ويستمر الزمالك في اللاشيء برعايه معروف يوسف. بس الشهاده لله الزمالك قرر محاولات ارسال كرات عرضيه بعد ما المهاجم اللي بيلعب بدماغه بس طلع. ولمزيد من فقدان السيطره على نص الملعب بيخرج دونجا لحساب ابراهيم صلاح، ووراه على طول في السريع كده مايوكا مكان ايمن حفني الغير متاح النهارده. وتستمر سيطره الاسماعيلي مع محاولات زملكاويه للفلفصه، واخيرا في اخر 5 دقائق 3 فرص كومبو في هجمه واحده للزمالك. وهو ده الفرق الوحيد بين زمالك النهارده وزمالك المصري وطنطا، ان في شوطه في الشوط الاول وهجمه ب3 فرص في اخر 5 دقائق في الماتش. غير كده هو نفس البلح، ومنه لله الدولار واللي سايق. وكآخر لقطة تجيب شلل، هجمة خطيرة توصل لمعروف وعنده أكتر من خيار للتمرير، فقرر إنه يشوط وهو أساسا ملوش في كرة القدم. ممكن يكون أي حاجة غير لعيب كورة، دكتور، محامي، مدرس لغة عربية، إنما لعيب كورة وفي الزمالك وكمان عايزين يجددوا له. ارحموا الجماهير. الصراحة اللي فكر يرجع جعفر ويجدد لمعروف لازم يتحاكم بتهمة الشروع في قتل جماهير الزمالك. وتنتهي المباراة بالسلامة، ليفقد الزمالك وجهازه الفني الجديد القديم نقطتين، والخوف كل الخوف من استمرار التنقيط مع الكابتن صلاح. قلتولي بقى مؤمن سليمان مشي عشان الأداء وحش؟ طيب. على فكرة نسيت أقول لكم، حد يدي ميز ديكور للحاج محمد عبد الوهاب عشان التحكيم متحيز للزمالك.